السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم دعاء يساعدكم على الخشوع في الصلاة. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كتير مننا حبايبي بيشتكي من عدم الخشوع أو من قلة الخشوع في الصلاة، أو إنه بيشكو من عدم التركيز عند قراءة القرآن أو الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء إذا قلناه في أول الصلاة فسوف نخشع في صلاتنا ونتدبر القرآن والأذكار التي في تلك الصلاة. لكن قبل ما نقول الدعاء تعالوا نسأل نفسنا سؤال: هو احنا ليه مش بنخشع في الصلاة؟ والجواب: بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر، يعني تاب من ذلك الذنب وتاب، صقل قلبه، يعني عاد أبيض مرة أخرى، وإن عاد زيد فيها، يعني إن عاد وأذنب زيد من النكت السوداء في قلبه، حتى تعلو على قلبه الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يا حبايبي هو الغطاء أو العازل الذي يكون فوق القلب، فإذا زال ذلك العازل أصبح القلب سليما يستقبل الخير كله بكل يسر وسهولة، يستقبل القرآن والذكر والمواعظ والصلاة، كل ذلك يستقبله بكل سهولة. أما مع الران عياذا بالله يبقى القلب مغلف بغلاف أسود من الذنوب والمعاصي، يبقى حائل بينه وبين فهم القرآن وتدبر القرآن، وحائل بينه وبين الذكر، حائل بينه وبين انه يستقبل اي موعظة او يتأثر بها او انه يخشع في صلاة. ولا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا اول ما ندخل في الصلاة ونكبر تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة مباشرة بنسكت سكتة يسيرة ونقول فيها دعاء الاستفتاح، كما جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، يعني سكت سكتة يسيرة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما هو؟ يعني بتقول إيه ما بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة؟ فقال: أقول، يعني قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده مين اللي بيقول كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أصلا معصوم ليس عنده ذنوب صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى إن احنا نقول هذا الدعاء قبل، اللي هو دعاء الاستفتاح، قبل ما نقرأ الفاتحة في كل صلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في الركعة الأولى فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الخشوع في الصلاة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.